كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هعمل معاكم عربية الفول بحجم كبير عن الأحجام اللي أنا عملتها قبل كده. دي كرتونة يعني زي كراتين الشيبسي والحاجات دي. حطيت من فوق كده كرتونة أزيد، طلع حوالي 5 سنتي ونص أو 6 سنتي. بعد كده هجيب القماش بتاع الخيامية وابدأ ان انا اغلف الكرتونة بالقماش الخيامية بالشكل ده كده. وهنيجي عند الجزء ده ونلزقه كده، وهنجيب جزء هنا ونلزقه للمكان اللي تحت. بعد كده هجيب هنا كرتونتين للجزئين الجناب وكرتونة تانية بعرض عربية الفول، بحيث ان هي تبقى زي رف كده للعربية. بلزق الجنبين بالشكل ده، وبعد كده هلزق الرف بتاعهم بالشكل ده كده على الكرتونة وثبتها كويس واسيبها تنشف. بعد كده هجيب الشريط الاصفر ده والفه كده على العربية بالشكل ده كده. وهنيجي برضو عند الجزء ده هو كمان ونلفه. بعد كده هعمل 4 دواير عشان من الكرتون، عشان ده هيبقى العجل بتاع عربية الفول. غلفتهم بقماش الخيامية، وبعد كده جبت الشريط الاصفر وهلف على العجل بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنثبت العجل في العربية ونظبط كده، نحاول ان هي تكون مظبوطة. هنا بعد ما لزقت العجل هدي الايدين بتاعة العربية كرتون كده ولفته على بعضه بشكل اسطواني، وبعد كده هغلفه بقماش الخيامية. اتمنى لو في حد اول مرة يشوفني ان هو يشترك في القناة وياخد فيها جولة في فيديوهات كتير وقايمة عاملاها عن زينة رمضان، والقناة بتاعتي عن اعمال الهاند ميد واعادة التدوير. وطبعا في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله برضو هنزلها معاكم. هنا بقى هبدأ ان انا اثبت الايدين بالشكل ده كده. كده خلصنا العربية. هنبدأ بقى نعمل المجسمات اللي في العربية. هنا دي قدرة الفول ازازة وشلت الغطا وقطعتها كده. بعد كده هستخدم عجينة السيراميك. اللي مش عنده عجينة السيراميك يقدر يستخدم الصلصال، بس انا بفضل عجينة السيراميك لانها بتنشف وبتبقى صلبة. بعد كده الصلصال ما بينشفش او بياخد وقت كبير عشان ينشف. هنا عملت للزور زي يعني غطا كده من فوق حواليها، وبعد كده عملنا الايدين بنبطط كده من هنا وهنحطها في المكان ده كده. دي الايدين بتاعت القدرة. عجينة السيراميك على فكرة سهلة جدا ان هي تتعمل في البيت، ومقاديرها سهلة. بنجيب نص كوباية من الغرة الابيض، وكمان كوباية من النشا، ومعلقة من الفازلين، وبنعجنهم في بعض كده يدينا عجينة السيراميك. هنا انا عملت برضو هنا جايبة الباليت دي علشان هحط كده واعمل على الدوائر دي زي اطباق كده من عجينة السيراميك. هعمل طبقين بس والباقي هستخدمه من دي القواعد بتاعه العلب، زي علب الايس كريم والزبادي والحاجات دي كنت بحتفظ بيها، فاخدت القواعد بتاعتها حسيتها تنفع زي ان هي تبقى اطباق. ودي علبة
بلو بيف، قطعتها كده وعملت منها زي السكينة وعملت منها الايد للقدرة. وهنا دي الطبقين اللي انا عملتهم كنت بعملهم على الباليت بتاعت الالوان. وهنا دي القدرة. كل دول هرشهم بالسبراي الذهبي. بعد كده هجيب عجينة السيراميك، طبعا انا بستخدمها على الابيض، بعد كده هلون كل ده. فانا بوريكم بس انا عملت ايه. هنا بعمل كرتونة البيض، عملتها كده بططتها وعملتها شكل مربع. بعد كده جبت قلم وبدأت ان انا اعمل زي فراغات كده اللي هي بتاعت البيض اللي هيتحط فيها البيض. وهنا بعمل زي ايه كور كده وبخليها مدببة من فوق شوية بحيث ان هي تديني شكل البيض. خلصنا البيض هنعمل هنا دي ده المخلل. انا هعمل معاكم برضو طبق للمخلل، فعشان يدينا الشرشرة كده بتاعت المخلل ممكن ان احنا نستخدم القطر او السكينة ونعمل زي زجزاج كده، او ممكن نسيبها صوابع كده عادية برضو ايه يعني الاسهل لكم تقدروا تستخدموه. انا عن نفسي حبيت ان انا اعملها مزجزجة كده زي ما بنشتري المخلل عشان يبقى واقعي اكتر بالشكل ده كده. طبعا انا بوريكم وبنعمل بقى يعني كمية كده من كل حاجة عشان لما نحطها في الطبق تبقى ظاهرة وباينة. هنا دلوقتي احنا بنعمل الفلفل، ببططها لان ده فلفل اللي هو المقلي، فالفلفل المقلي بيبقى متبطط كده. وزي ما قلت لكم انا كل الحاجات دي عاملاها باللون يعني بلونها اللي هو انا ملونتش العجينة. هلون بقى كل حاجة بعد كده لوحدها بعد ما تنشف، ومش بتاخد وقت ان هي تنشف يعني ساعتين 3 كده وبتلاقي الحاجة نشفت. وهنا دلوقتي انا بعمل كمان البتنجان المقلي، بعمل كده شكل البتنجانة ومن هنا بقطعها كده كأنها مقطوعة من الجنب بالشكل ده كده. وبرضو بتحس ان هي فيها زي تانية كده. يبقى كده خلصنا البتنجانة. هنبدأ ان احنا نعمل اللي هي البصل الاخضر. ببرم كده وبعمل الشراشيب بتاعة البصل بالشكل ده. وبعمل 3 جنب بعض وواحدة رابعة كده فوق، وابدأ اكور الجزء الفوقاني ده وارفع كده من تحت شوية بحيث ان هي تديني الشكل بتاع البصلاية. هنا بقى دي غطيان اللي هي بتاعة السبراي والبخاخات والحاجات دي اللي هي بتاعة كحول والحاجات ديت. اخدتها ولونتها من جوه اي نوع الوان عندنا متوفر. انا بلون بالوان جواج، ممكن اي يعني نوع الوان ميه اي حاجه بلونها من جوه بالشكل ده باللون اللي انا عاوزاه. هنا انا عملت 4 وهنا انا كده هنا بعد ما رشيت القدرة بالسبراي الذهبي. ودي الاطباق اللي هي كانت قواعد للايس كريم، ودول الطبق اللي انا عملته من السيراميك. هنا اجيب ده صمغ، هنزل الصمغ ده في الطبق بالشكل ده واوزعه كده. بعد كده هجيب اللون البني احط كده بالفرشة لون بني واقلبه كده شوية في بعضه مع الصمغ. وهنا كنت عاملة من عجينة السيراميك دواير كده صغيرة بعملها باللون البني برضو كأنها فول، واحطها في اللي هي الطبق بتاع الفول بالشكل ده كده. بحيث ان كده كأني يعني فول ويديني الشكل الواقعي لطبق الفول.
وهنسيبه بقى ينشف. بعد كده هجيب دي بتاعة البيض بعد ما دهنتها باللون البنفسجي، وهنا البيض نفسه عملت بيض اللي هو الأحمر وبيض الأبيض. لونت طبعا كل الحاجات دي بقى، ابتديت ان انا الونها. بعد كده بقى هبدأ ان انا احط البيض اللي انا عاملاه ده. زي ما قلت لكم نقدر نستخدم الصلصال عادي، مفيش مشكلة، بيبقى هو نفس الموضوع، بس طبعا ده بينشف، عجينة السيراميك بتنشف. هنا عملت واحدة كرتونة بالبيض الابيض وواحدة بالبيض الاحمر، وهنا لونت البصل الاخضر، وهنا لونت البتنجان اللي هو المقلي اللي انا عاملاه بقى بالشكل ده كده. وهنا ده الفلفل المقلي او قرون الشطة مقلية. وهنا المخلل عملت طبعا في برتقاني وفي اللون اللي هو المدي زي البامبا ده شوية كده. وهنا بعد ما رشيت طبعا السكينة بالسبراي ولزقت عليها فوم كده على ايديها بالاسود عشان تبين ان هي سكينة، وعملت قرمة من الفوم. وهنا دي دواير من الفوم هحط عليها صمغ، وبعد كده بحط شوية كزبرة كده على الجزء اللي انا عملته بالصمغ. وهنا دي ازازة كده عندي كانت فيها فانيليا سايلة، استخدمتها ان هي تكون ازازة ودهنتها من بره كده باللون مدي على ذهبي شوية، وهلزق عليها هنا كده واكتب زيت. هنا بقى نعمل قفص العيش، عملته معاكم كذا مرة قبل كده. دي عصيان الشيش طاووق بنقطعها على المقاس اللي احنا عاوزينه، بعد كده نلزقها بالشكل ده كده. بعد كده هعمل العيش برضو من الفوم، وبحط هنا نقطتين من اللي هو القلم الفلوماستر البرتقاني، وبسيحها بايديا كده بحيث ان هي تديني شكل العيش الشامي. وبعد كده بقى هلزقه او هرصه على القفص. كده خلصت القفص. هنيجي بقى نجيب طبق، هنا حطيت عليه صمغ برضو زي ما استخدمت في طريقة الفول، بس حطيت الصمغ بس وما لونتوش. وهنا عاملة قطع كده من عجينة السيراميك، عاملة دواير وقطعاها 4/4. بعد ما عملت الدايرة عملتها 4/4 ولونتها بالأحمر عشان تديني كأن طماطم، وأخضر عشان يبقى كأن خيار، والبصل باللون البنفسجي. وابدأ ان انا اخد كل قطعة وانزلها كده بعصاية الشيش طاووق دي، ادخلها جوه في الصمغ اللي هو الشفاف ده، وافضل طبعا احط كل الكمية اللي انا عاملاها دي ازقها كده جنب بعض وافرقها بحيث ان هي تديني شكل طبق السلطة. هنا بعد ما خلصتها كلها بقى كده ده شكلها شكل طبق السلطة. وطبعا بسيبها بقى في الهوا كده تنشف مع نفسها. هنا دي اطباق الفول، طبقين الفول. وهنا بعد ما لزقت البتنجان مع الفلفل، وهنا حطيت البصل الاخضر في طبق برضو. دي اطباق زي ما قلت لكم مش معموله من عجينه السيراميك، معموله من قواعد العلب اللي هي البلاستيك زي الايس كريم وكده. هنا دي البطاطس دي انا عاملاها من الفوم الاصفر، قطعته كده صوابع ولزقته. وهنا دي الطعميه لزقتها كده، كل ده لزقاه بالشمع. وهنا ده طبق المخلل لزقتهم برضو فوق بعض كده.
وهنا ده الطبق اللي كنت عاملاه معاكم بتاع السلطة. هنجمع بقى كل حاجة ونبدأ ان احنا نرصها على عربية الفول. هنحط هنا قفص العيش وهنا القدرة بتاعة الفول، هنلزقهم طبعا بالشمع. بعد كده هجيب الايد بتاعة قدرة الفول وهحطها هنا، احط شمع عليها والزقها هنا كده بالشكل ده، واثبتها كده. بعد كده هجيب القرمة وهلزقها هنا، وهجيب رغيف من العيش اللي انا عاملاه من الفوم، وهحط السكينة كده وهحط الرغيف كأن السكينة قطعاه او مقطوع في الجزء ده كده على القرمة. بعد كده بقى احط اللي هي كرتونتين البيض فوق بعض بالشكل ده كده، طبعا هلزقهم بالشمع. وهنا بقى ده الطبق بتاع الطعمية، هحطه هنا كده على الحرف. وده طبق السلطة، حطيت شمع برضو ودي هلزقه في المكان ده كده. وهنا طبق المخلل، وبعد كده هجيب الكوبايات اللي انا عملتها، احط كوباية هنا واحط طبق فول جنبها، وادي كوباية تانية، وبعدين الطبق بتاع المخلل في النص، والكوباية الرابعة والطبق التاني بتاع الفول، قصدي التالتة والكوباية الرابعة جنبها كده. طبعا انا رصيتهم، رصيت كل الحاجات اللي عملتها، وده طبعا شكلها النهائي. ده الشكل اللي هو من الناحية اللي عند قدرة الفول. حطيت طبعا برضو طبق البطاطس و اللي هي البصل الاخضر من قدام من هنا. وهنا الناحية التانية بقى بتاعت اللي هي فيها الكوبايات والفول من الناحية دي. وهنا حطيت عروسة كده كنت عاملاها معاكم برضو السنة اللي فاتت، مسحراتي ليها فيديو بطريقة لبسها. وده الشكل النهائي. اتمنى. ازيكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم مجسم لصوان عن فرن الكنافة والقطايف بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة، ويلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة دي كرتونة زي ما انتم شايفين كده، دي عريضة هتكون اعرض من القطعتين اللي في الجناب بالشكل ده كده. الجنب بتاع كل يعني جنب هيكون اقل من الجزء اللي في الوش، ودي القاعدة. طبعا انا واخده المقاسات دي على مقاس العرايس اللي انا هستخدمها في الصوان ده. بعد كده هجيب قماش الخيامية، وهاخد كل جنب من الجناب اللي انا عاملاها دي وهلزقه كده واغلفه بقماش الخيامية، وهنبدأ ناخد الجناب دي ونلزقها بالشكل ده. وبعد كده هجيب كمان الجزء ده واغطيه برضو عشان يبقى متغطي من الجنبين. طبعا انا غلفت كل قطع الكرتون اللي انا عاملاها، فبعد كده هبدأ ان انا اجمع الاجزاء في بعضها، بلزق الجنب بالشكل ده واجي من الناحية التانية بحاول ان انا اسنده كده على حد ما ينشف، وبعد كده بلزق الجنب التاني، وبعدين بحط القاعدة بتاعتهم بس برفعها حوالي 1 سنتي او 1.5 عن الجزء التحتاني والزقها. وبعد كده هجيب الفرع ده اللي هو الشريط ده بتاع زينة رمضان، طبعا احنا عارفينه كلنا بنشوفه كتير في زينة رمضان. نقدر طبعا نستخدم اي
فرع عندنا او اي حاجة نقدر نستخدمها متوفرة عندنا لو مش متوفر. وطبعا انا من تحت برضو حطيت نفس الفرع ده الاصفر ده حطيته برضو من تحت. نيجي بقى الفرن بتاع الكنافة. عملت طبعا دايرتين مقاس بعض بس فيهم دايرة انا مفرغاها، وهجيب الفوم او لو مش عندنا فوم اسود نحط قماش نحط جوخ اي حاجة مش هتقول لا. بعد كده هجيب الدايرة التانية اللي انا مفرغاها وهلزقها بالشكل ده كده. وبعد كده جبت كرتونة بس شايلة الحرف بتاعها مخلية اللي هي الحتت اللي هي التعريجات دي باينة عشان تبقى سهلة معايا ان انا الفها وتديني التدويرة بسهولة. فاحنا طبعا بنلف كده الحرف على حرف الدواير اللي انا عاملاها فوق دي ونلف عليها كده الكرتونة عشان يدينا الشكل بتاع فرن القطايف قصدي الكنافة. وبقص طبعا الزيادة دي والزقها كده بالشمع بالشكل ده كده. بعد كده هجيب فوم ابيض والزق على الجزء الفوقاني ده، وبعد كده هلزقه على الجزء ده كمان وغلفها كلها باللون الابيض. وطبعا بنقص برضو الزيادة. بعد كده هجيب الفوم الاسود واكمل عند الجزء الغويط ده. طبعا انا قصدت ان انا اعمل الغوط ده عشان يديني بحاول قدر الامكان ان انا اوصل لشكل الفرن بتاع الكنافة يعني يكون زي الحقيقي. فانا عاملاه يكون غويط شوية. بعد كده بقى هنيجي للكنافة هنلزق الشمع على شكل كده حلزون ونبدأ ان احنا نلف ونحط ده خيط اللي هو بتاع التريكو الابيض وبلفه كده بالشكل ده كده كده. خلاص خلصنا الكنافة. هنا انا عملت شريط صغير على شكل مثلثات الزينة من القماش بتاع الخيامية وهلزقه هنا كده على الفرن بتاع الكنافة بحيث ان هو يديني شكل حلو كده في الزينة اللي هنعمل. بعد كده جبت 3 مستطيلات من الكرتون وهبدأ ان انا برضو اجمع علشان اعمل الفرن بتاع القطايف. بلزق الجنبين في بعض ال3 مقاس بعض. ال3 قطع دول نفس المقاس لزقتهم بالشكل ده وبستنى اما ينشف الشمع عشان يمسك نفسه. بعد كده هاجي عند الجزء اللي في الوش ده وهعمل برضو من هنا اغطي الجزء ده كده وبعد كده هجيب فوم اسود وهلزق اللي هي الفرن اللي فوق بتاع القطايف. وبعد كده هجيب حروف من اللي هو الفوم الاسود واعمل حروف صغيرة كده بعرض 1 سنتي او ارتفاع 1 سنتي بحيث ان هو يديني شكل الفرن الارتفاع بتاع الفرن بتاع القطايف بالشكل ده كده بحطه على الحروف. بعد كده انا جبت هنا ده اللي هو لزق المراية بلزقه على الفرن كله من الجناب. ما عندناش نقدر نستخدم الفويل وممكن نرشه بسبراي فضي برضو لو احنا عايزين والفويل برضو هيقضي الغرض ويبقى حلو. طبعا انا هنا عملت بقى فوم دوائر صغيرة كده عشان اعمل القطايف وبحط بلون برتقاني كده نقطة واسيحها بايدي بحيث ان هي تديني شكل مشابه لشكل القطايف. وهبدأ ان انا ارصهم كده على الفرن بتاعها عشان الشكل بقى يبان ويبان لي ان ده الفرن بتاع القطايف.
بعد كده هجيب الكرتونة دي انا مفرغاها بالشكل ده وعاملة جنبين علشان هعمل الفاترينا بتاعة اللي هي العرض. طبعا انا هجيب دي برضو زي ورق كده اللي هو الزبدة ده، وهلزقه بحيث ان هو كأنه مراية، وبعد كده حطيت فوم لونه برتقاني، وبعدين هنلزق بقى الجناب بتاعة الفاترينا من هنا كده، وبعد كده هنلزق الجنب التاني. وهنعمل برضو رف كده في النص، هيبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هنغطي بقى الجزء اللي من فوق ده بتاع الفاترينا بالشكل ده، وغلفته بقى كل الجناب بالفوم البرتقاني. وبعد كده هجيب قلم فلوماستر وابدأ ان انا اعمل اللي هي الزوايا اللي بيبقى لونها اسود دي بتاعة الفاترين اللي هي القلموتال، عشان يديني شكل الفاترينا. هعمل كل الجوانب بالشكل ده كده كده، الشكل بدأ بقى يوضح. بعد كده هجيب بقى دي قواعد بتاعة كوبايات بلاستيك اخدتهم بتاعت بقى ايس كريم اي حاجة علشان اعملهم اطباق. طبعا رشيتهم سبراي الاول، وبعد كده وزعت كده وعملت الدوائر اللي انا عاملاها على شكل القطايف، وهنا برضو عملت الكنافة ولزقتها بالشكل ده. بعد كده جبت بقى هنا دي كرتون وانا غلفته بالفوم الاسود علشان اعمل الميزان، وهبدأ ان انا احط بقى كمان الاطباق او اللي هي الكفة بتاعة الميزان بالشكل ده، واحط الشمع هنا والناحية التانية برضو بالشكل ده. يبقى كده احنا خلصنا الميزان كمان. هنيجي بقى للكنافة. طبعا انا عاملاها من زي ما قلت لكم الخيط الصوف بتاع التريكو، لزقهم كده على شكل هرمي فوق بعض بالشمع، ولزقت كده الطبق في الرف التحتاني. وهنا هنحط الميزان على جنب كده بزاوية، وهنا هحط الطبق بتاع القطايف ولزقتهم بالشمع بالشكل ده كده. بعد كده بقى هجيب المجسم اللي انا عملته بتاع اللي هو الكرتون بالخيامية، وابدأ ان انا بقى احط فرن الكنافة وفرن القطايف، وادي كمان الفاترينا اللي بنبيع عليها بقى بتاعت اللي هي بتوزن عليها وبيتباع عليها. وبعد كده بقى دي عروستين كده عملتهم لبستهم يعني كأنهم العمال اللي شغالين في الفرن. وبكده ده طبعا الشكل النهائي لمخبز او فرن الكنافة والقطايف. حبيت ان انا اعمله معاكم بطريقة مبسطة وغير مكلفة، يعني يعتبر مكلفنيش حاجة، كلها حاجات من الكرتون وحاجات بسيطة جدا وفوم وكده، والحاجات دي كلها متوفرة في كل مكان. هنا ده الفرن بتاع الكنافة وفرن القطايف والفاترينا. فأتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وانتظروني لسه في فيديوهات كتير تانية عن ديكورات رمضان، واشوفكم فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.